يا مساء الخير، يا مساء الفل على كل الناس في كل الدنيا وكل انحاء العالم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتمنى من رب العالمين ان انتم تكونوا بصحه وبخير دايما يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى قرنبيط في الدنيا كلها بطريقه سهله جدا جدا ومكونات بسيطه، وهيطلع معاكم بالشكل الجميل ده. ومعانا كفته الحاتي بالشكل الحلو ده. يلا بينا بسرعه على المكونات وعلى مقادير اكلتنا النهارده. يلا بينا. اول حاجه بقى هنعملها مع بعض مكوناتنا في القرنبيط الجميل ده. مكوناتنا: انا معايا قرنبيطه سلقاها في حله غاليه الميه فيها، وحاطه فيها معلقه كركم وشويه ملح صغيرين، وقطعتها وسلقتها بالشكل ده. خلاص. ومعانا كزبره على شبت، ومعانا بيض، ومعانا ميه، ومعانا دقيق. هنبدا كده بالصلاه على النبي. الميه بتاعتنا اهي هنحط فيها ايه؟ الدقيق. خلي بالكم ده اول مره حد يعمل الطريقه ديت والله العظيم. انا هحط هنا معلقتين دقيق كبار بالشكل ده كده، او كمان واحده 3 بالشكل ده. جربوها بالطريقه دي مش هتخسروا حاجه. وهنضيف كمان، بس اقلب ده كده وبعده الخليط ده كده، الدقيق في الميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بالشكل ده كده. وبعد كده هقلب فيه الايه؟ البضايه، واحط شويه الكزبره او البقدونس على الشبت، وهنحط المكونات بتاعتنا: الملح وشويه فلفل اسمر بس مش اكتر من كده، وشويه كزبره ناشفين. وهنقلي مع بعض القرنبيط. هيبقى احلى قرنبيط في الدنيا، هتشوفوه بالطريقه دي. بصوا والله العظيم جميل جميل جدا جدا جدا. وده البيضه اهو، حسب الكميه اللي معانا بنضيف البيض. ايه، بخلط البيضه بالطريقه دي كده. ومعانا هنا ملح فلفل اسمر، ازود كمان اهو بالشكل ده كده. نعم يا قلبي ماما. لعند ما البيضه تتخفق جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نضيف شويه خضار من ده كده بالشكل ده اهو. شايفين الخليط اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده؟ خلاص. شايفين الخليط ده اهو. حاطين الملح والفلفل الاسمر، شويه كمون، معلقتين دقيق، وبيضه، وهنضيفه على المكون ده اهو. هبدا احطه على القرنبيط بتاعنا بالشكل ده، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والقطعه اللي انا هحمرها احط عليها كده واحمرها في الزيت. خلاص. دي اول حاجه احنا هنعملها مع بعض النهارده. تاني حاجه بقى هنعملها مع بعض هي ايه؟ تاني حاجه احنا هنعملها معانا النهارده، عندي كل الا ربع كده لحمه مفرومه، قلت نعملها مع ايه؟ مع القرنبيط بتاعنا الجميل ده النهارده. ماشي. هنحط عليها شويه شبت على كزبره بالشكل ده. هنحط عليها بصلايه مفرومه، بصلايه واحده ما تكونش كبيره يا جماعه. شويه زعتر، بالشكل ده. شويه قرفه مش كتير بس كده. شويه ملح مش كتير برضو. حبه فلفل اسمر اهو، هما اللي موجودين عندي. هجيب بقى توابل جديده بالشكل ده. وشويه ايه؟ صويا صوص. وهنحط ايه بس كده؟ مش حاطه بيض، مش حاطه بيض ولا حاطه اي حاجه اكتر من اللي انا حطيته ده، بس بالشكل ده كده. ونبدا ندعكهم في بعض اهو. ولا حاطه بقسماط ولا حاطه اي حاجه خالص، بالشكل ده. اهم حاجه. نعم نعم حبيبه. ايه يا قلب مامي؟ ايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعه معانا؟ شايفين؟ اهم حاجه الدعك بتاعها يكون حلو جدا، ونسيبها تستريح. نعجنها زي ما يكون بنعجن عيش كيما
عجين بيتزا، اي حاجه، المهم تتعجن حلو جدا جدا. الزيت حطيته على البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين، بتاع الايه القرنبيط بتاعنا. الزيت ده لايه يا جماعه؟ ده للقرنبيط اللي احنا هنعمله. لايه يا جماعه؟ للقرنبيط اللي احنا هنقليه. قطعه كده نحط عليها الصوص ده كده، جميع الصوص بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده اهو، بالشكل ده شايفين؟ بالراحة جدا جدا. والكفتة هنعملها ونصبحها ايه وندهنها زيت كده بالراحة. مش يعني مش هنقليها، لا هنعملها زي المشوية بالظبط بالشكل ده كده. شايفين زي ما انتم شايفين كده معايا، خطوة بخطوة، ما بياخدش وقت كتير على البوتاجاز. ثواني 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 كده كل حاجة بتبقى خلصانة والله. استعيذوا بس كده بالله من الشيطان الرجيم، وخلوا قلبكم دايما عامر بالايمان بكلمه بذكر الله وذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هتلاقي كل حاجه تخلص على طول. حاجه كده النهارده كده ايه خفيفه سريعه لطيفه نظيفه، بثواني كده نعملها لعيالنا بدل كل يوم ايه فراخ لحمه سمك كده. حاجه ايه هو برضه فيها كفته بس مش مشكله. انا معاكم اهو خطوه بخطوه عشان اوريكم هيبقى شكله ايه. لسه ما احمرش، لسه شويه. يبقى حلو قوي 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 ان شاء الله، يعني بمشيئة ربنا. بجيب ورقه عشان ابقى احطها على الطبق عشان تشرب الزيت اللي انا هطلعها. لسه ما تمرش قوي. الكركم ده بيخليه حلو جدا، خلي لونه حلو قوي. شايفين شكل القرنبيط عامل ازاي؟ شايفين اللون؟ لون جميل جدا 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 اهو زي ما انتم شايفين قدامكم، كل حاجه قدامكم اهي. نقلبه كده على جميع الجهات عشان كله ياخد اللون البامبا. انا ما بحبوش غامق قوي، بحب لون البامبا كده ويبقى شكله حلو. الشكل اللي انتم شايفينه ده كده قدامكم. ده اول دور طلع من القرنبيط يا جماعه، شايفين الشكل. وده التاني على البوتاجاز اهو. نبدا بقى نعمل مع بعض ايه حته الكفته بتاعتنا دول. صباعين الكفته اللي معانا دول، انا عندي اللي هو بتاع الشيش. هعمل كده بالشكل ده كده اهو، وابدا اشيله من على ايه من على السياخ بالشكل ده كده. شايفين اهو، وابدا احطه في الايه في الطاسه بتاعتنا. بس انا هبل الشيء بتوع دولت كده بحيث ان هم ايه الكفته ما تلزقش فيهم بالشكل ده كده. شايفين حته اللحمه كده. انا هعملها على البوتاجاز، مش هعملها في الفرن، هعملها على البوتاجاز كده
هبلها بس زيت من فوق بالشكل ده كده. شايفين الصباع اهو. حطه جنب اخوه، كل واحد جنب اخوه كده. زود حته لحمه مش مشكله. شايفين القرنبيط بتاعنا على البوتاجاز يا جماعه بيستوي اهو. شايفين؟ خلص الكميه وارجع لكم تاني يا حبايبي. الكميه كده انا خلصت الكميه اهي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. انا عاملاها صباع كبير اهو. طبعا انتوا دلوقتي بتقولوا ايه هي ما عملتش مسافات ليه؟ لا هعمل مسافات ليه، هي كده كده الكفته بتخفس. هحط بس ايه شويه زيت كده في ارضيه الطاسه علشان ايه ما تلزقش مني، وهوطي عليها النار جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الكفته على البوتاجاز بالشكل ده ومطيه عليها خالص. انا مضايقاها لان هي كده كده اصلا اللحمه في قلبها نسبه دهن فهتكش، فعادي جدا هسيبها كده على البوتاجاز مع نفسها تستوي وتبقى كويسه. وهجيب فحمايه واحطها عليها عشان تبقى ريحه الفحم، الكفته اللي على الفحم. شايفين الريحه الشكل؟ مش هقول الريحه، انا كنت اقول الريحه، كان نفسي تكونوا موجودين وتشموا الريحه. بصوا ريحه الكفته تحفه 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 تحفه. شايفين الشكل؟ بصوا بلاش اقول لكم الشكل ايه. شايفين؟ والريحه بقى ما اقولكوش. هي استوت خلاص، هي بتاخدش اصلا وقت. شوفوا كمان اهي، شايفين من جوه. حاطه دي كده في النص هنا كده، وانا مولعه فحمايه على البوتاجاز. اجيب الفحمايه دي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واجيب نقطه زيت اهو. وغطي عليها بقى كده مع نفسها، تاخد ريحه الفحم وتاخد الطعم الجميل. الله حلوه جدا. شايفين؟ هذا القرنبيط بتاعنا تحفه. افتح لكم من جوه. شايفين الكفته بتاعتنا بالشكل ايه يا زين؟ عايز حته؟ اديك احلى حته قرنبيطه يا قلب ماما. اتفضل اتفضل بالشكل ده كده اهو. اتمنى الحلقه النهارده تعجبكم مطبخي انا وحماتي. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وتفعيل الجرس وكومنت حلو منكم عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.